ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا، وهي الكيكة الرخامية اللي بيبقى طعمها حلو قوي جنب الشاي. كيكة هشة وخفيفة، هتشوفوا قد ايه سهلة في التحضير. هعملها لكم بالخلاط العادي من غير مضرب كهرباء ولا عجان. وصفة حلوة قوي ولذيذة. بس قبل ما نشوف الطريقة ما تنسوش تعملوا لايك، واللي أول مرة يشوف قناتي ياريت يشترك في القناة. أول حاجة هنعملها هندهن القالب أو الصينية بزيت أو سمنة، وغالبا النوع ده من الكيك بيتعمل في القالب اللي انتوا شايفينه. هندهن القالب كويس، هندهن القاع والجوانب. وفي خطوة مهمة أنا عملتها. أول حاجة سخنت الفرن وظبطته على درجة حرارة 180. ما ينفعش الفرن تبقى درجة الحرارة بتاعته عالية. كمان ما ينفعش ندخل الكيكة في الفرن وهو بارد. بعد ما دهنت القالب هحط الدقيق، وابتدي ابطن القالب كويس بالدقيق من كل الجوانب، وبعدين هنفض القالب كويس من اي دقيق علشان اضمن ان مفيش اي تكتلات. ودلوقتي هنشوف مع بعض المقادير. عندنا 3 كوبايات دقيق، كوباية ونص سكر، 3 بيضات في درجة حرارة الغرفة، كوباية لبن، 3/4 كوباية زيت، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. عندنا كمان بشر برتقان، ممكن تستخدموا بشر ليمون. دي حاجة جنب الفانيليا هتخلي ريحة الكيكة تبقى أحلى. هنستخدم كمان معلقة كبيرة من الخل، وعندنا رشة ملح. في ملحوظة لازم أقولكوا عليها، لازم الكوباية اللي هنعاير بيها المقادير تبقى مقاسها 1. يعني زي ما انتوا شايفين الكوباية اللي أنا عايرت بيها الزيت هي نفسها اللي عايرت بيها الدقيق والسكر واللبن. لازم المقادير بتاعتكم تبقى مظبوطة علشان الوصفة تطلع معاكم ناجحة إن شاء الله. ودلوقتي هنشوف مع بعض الطريقة. أول حاجة هنجيب الدقيق وهنضيف عليه البيكنج باودر ورشة الملح وبشر البرتقان، وهنقلب المكونات الجافة اللي أنا ضفتها كلها مع الدقيق. ودلوقتي هنعمل خليط سائل علشان نضيفه على الدقيق. هنضيف البيض مع الفانيليا، وهنضيف الزيت، وهنضيف السكر، وهنضرب المكونات دي كلها في الخلاط لغاية ما نحصل على مزيج لونه فاتح وكريمي. ودلوقتي هشغل الخلاط قدامكم وهنتابع مع بعض اللون بتاع الخليط والقوام بتاعه. هوقف الخلاط وهبص، وزي ما انتوا شايفين لسه خفيف ولونه أصفر. هنرجع نضرب الخليط مرة تانية، وكل شوية تبصوا لغاية ما تتأكدوا انكم حصلت على القوام المطلوب. هو ده القوام اللي احنا عاوزينه، القوام هش وخفيف. دلوقتي انا ضفت اللبن وهضرب المزيج كويس في الخلاط. خلاص كده المزيج جاهز معايا. هحطه في بولة كبيرة علشان ابدأ اضيف الدقيق، والدقيق نضيفه شوية شوية ونقلب بالمضرب، نتأكد ان مفيش اي تكتلات، وبعدين نضيف شوية دقيق كمان ونواصل الضرب بالمضرب. وهنكمل بنفس الشكل لغاية ما نخلص كل كمية الدقيق اللي معانا. هنقلب كويس. خلاص حصلنا على القوام اللي احنا عاوزينه. زي ما انتوا شايفين يا جماعة العجينة هشة وخفيفة وانا بقلب فيها. هقسم العجينة جزئين، تلتين الكمية هسيب لونها فاتح، والتلت الباقي هضيف 2 معلقة كاكاو و2 معلقة لبن، وده هيبقى الجزء الغامق. وهقلب كويس علشان اتأكد ان الكاكاو اتقلب كويس في الخليط. وخلاص بقى عندي الجزئين جاهزين. دلوقتي هقدر اصب الخليط في القالب. اول حاجة هصب الجزء الفاتح، هحط نص كمية، وبعدين هنحط الجزء الغامق، هضيف الكمية كلها. اخر حاجة هضيفها باقي الجزء الفاتح، وهنخلي الخليط يتداخل مع بعضه بخلة او اي حاجة عندنا. كمان في خطوة تانية،
القالب هنجيبه ونخبطه اكتر من مرة علشان نتأكد ان مفيش اي فقاعات هواء موجودة. دلوقتي القالب جاهز معايا علشان احطه في الفرن، وزي ما اتفقنا الفرن احنا مسخنينه قبل كده على درجة حرارة 180، وهحط القالب في الرف الاوسط وهوريكم شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما تستوي. ودي الكيكة بعد ما طلعناها من الفرن، زي ما انتوا شايفين لونها جميل قوي. هتاخد معاكم في الفرن من 30 ل 45 دقيقة، وده طبعا حسب نوع الفرن وحسب مقاس القالب اللي انتوا هتخبزوا فيه. وعلشان تعرفوا ان الكيكة استوت معاكم وهي في الفرن، بعد مرور نص ساعة هتجيبوا خلة وهتحطوها في نص الكيكة، ولو طلعت معاكم نضيفة يبقى خلاص كده الكيكة بتاعتكم استوت. لكن لو طلعت معاها اي عجينة يبقى هتسيبوها شوية كمان لغاية ما تستوي. ودي الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعناها من القالب، سبتها بردت براحتها خالص. ودلوقتي همسكها معاكم. قد ايه هي ما شاء الله لونها جميل قوي واسفنجية، وانا ماسكاها حاجة بصراحة روعة. وريحتها بسبب بشر البرتقال مع الفانيليا خلت ريحة المطبخ في منتهى الجمال. ودلوقتي هبتدي اقطعها، ولازم اكد عليكم انكم تسيبوها تبرد تماما قبل ما تقطعوها. شايفين الالوان وهي متداخلة مع بعضها، تحسوا ان لوحة فنية مرسومة. من احلى انواع الكيكات اللي هتعملوها ان شاء الله وهتعجبكم قوي. الاضافات اللي احنا حطيناها زي بشر البرتقال مع الخل والفانيليا ادت ريحة حلوة قوي للكيكة ومخلتش فيه اي زفارة للبيض. تقدروا تحتفظوا بيها في التلاجة، مش هيحصل اي تغيير في طعمها، بالعكس هتبقى احلى كمان. بس انا متأكدة ان لو عملتوها هتخلص في اول يوم. من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها جنب كوباية شاي كده على الفطار، حاجة ما شاء الله روعة. ما فيهاش حاجة لما من وقت للتاني تفرحوا ولادكم في البيت وتعملوا لهم حاجة يحسوا انها احلى من الحاجة اللي بيشتروها من بره. دلوقتي همسك واحدة معاكم علشان تشوفوها معايا قد ايه هي اسفنجية وهشة جدا وانا ماسكاها، وطرية ولذيذة جدا في نفس الوقت. هقطع حتة معاكم قد ايه دايبة وانا بقطعها، وهشة ما شاء الله وجميلة، تحسوا انها احلى من الجاتوه. اتمنى تكون وصفة النهاردة نالت اعجابكم وتجربوها ان شاء الله وتدعولي كمان. معلش يا حبايبي، عايزة اتكلم معاكم في حاجة. انا لما بقول لكم دايما اعملوا لايك او اكتبوا لي اي حاجة في الكومنتات، دي طبعا حاجة تبسطني وحاجة معنوية تفرحني، لكن هي في نفس الوقت حاجة مهمة جدا للناس اللي عاملة قنوات على اليوتيوب. يعني اللي يتفرج على الفيديو بتاعي ويعمل لايك او يكتب اي كومنت، ده هيفيد القناة بتاعتي وهيخلي معدل المشاهدة يبقى اكبر، وهيخليها كمان تتشاف اكتر. فلو عاوزين القناة بتاعتي تكبر واستمر معاكم وكمان اقدم لكم حاجات احسن، فياريت تدعموني فعلا. وكل اللي يتفرج على فيديو انا انزله هيضغط لايك، مش هياخد في ايده اكتر من ثانية، وكمان يكتب لي اي كومنت، وانا برحب باي تعليقات انتوا هتكتبوها. كان نفسي اقول لكم اتفضلوا اشربوا معايا شاي وكلوا معايا من الكيكة الجميلة دي. معلش رغيت معاكم شوية النهاردة. مع السلامة يا حبايبي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.